أنا والد الطفل محمود ناصر علي، مقيم إحدى قرى تبع محافظة الفيوم. لفيت بابني فترة طويلة تقريبا سنة وأنا ألف بيه على الدكاترة لحد ما ولاد الحلال دلوني، قالوا لي مالكش إلا مستشفى 57. فمجرد ما دخلت المستشفى بسم الله ما شاء الله عليها يعني، فبقول للاخت اللي قاعده بقول لها طب انا هدفع فلوس قد ايه؟ فبتقول لي يا استاذ ما فيش اي فلوس بتدفعها هنا خالص. فبدات ابكي ومش مصدق ان انا كنت اول خطوه حاسبها لعلاج ابني الفلوس. فطبعا لولا الله سبحانه وتعالى اول كل شيء ومساعده الناس الطيبه انا ما كنتش قدرت اعالج ابني، ولا الاطفال اللي جوه ديت قدرت تتعالج. لحد الان ابني صرف فوق 150,000 جنيه. طب انا انسان بسيط ما بشتغلش ولا موظف عشان اجيب 150,000 اعالج بيه طفل. لا انا دخلت بواسطه ولا معرف الدكتور ولا دكتوره ولا ليا واحد قريبي في الوزراء ولا هنا ولا هنا، انا دخلت كده باهل الخير من على البوابه لحد ما دخلت جوه.